منعًا للإحراج من ريحة العرق القوية جبتلكم الحل بقى اللي هيخلي ريحتكم تفضل نضيفة وحلوة، وحتى لو عرقتي مش هتبان ريحة مش مستحبة خالص. فتعالي اقولك هنعمل ايه. هنجيب اي علبة فاضية عندنا، علبة كريم بقى، اي علبة موجودة عندك، وهنحط فيها معلقة شبة مطحونة، ودي نقدر نجيبها من العطار ومش غالية خالص. هتجيبي ب5 جنيه شبة مطحونة من اي عطار، وهنحط معلقة مسك مبشور او اي صابونة ريحتها قوية عندك، ابشري منها حتة كده وهنحط منها معلقة. وعندي بقى بودرة معطرة هنحط منها شوية كده عشان تدينا ريحة نظافة، وهنحط عليها اي نوع بودرة اطفال من غير ريحة، اي نوع بودرة جسم استخدميه، وهنقلبهم كلهم مع بعض. ممكن نطحنهم مع بعض بعد كده عشان تبقى باودر كده ومفيهاش حبيبات. وهجيب بقى السبونج دي هتلاقيها عند اي محل ادوات تجميل، هي فلافي كده وناعمة خالص. هنحطها بقى في الباودر اللي عملناها دي، ونبتدي نوزعها على كل الاماكن اللي بيبقى فيها عرق زي الاندر ارم وكده. بالسبونج كده هناخد ونوزع على الجلد، ومش هيطلعلك بقى ريحة عرق خالص، وهتفضل ريحتك نظيفة لحد ما تاخدي شاور. هتاخديها بقى معاكي في الشنطة كده لو اي خروجة طويلة او شغل وكده، تدخلي الحمام وتبتدي توزعيها على اماكن العرق. وقبل ما تنزلي برضو من البيت تبتدي تحطيها كده بالسبونج على جسمك، مش هيطلعلك ريحة عرق خالص، وهتفضل ريحتك حلوة ونظيفة. جربوها ومش هتندموا.